السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم النهارده خير. النهارده معانا موضوعين كبار هنتكلم فيهم تفاصيل. متهيألي مش هتسمع الأخبار دي أو النقاش عن الموضوعين دول غير في الفيديو ده. مش عشان ومش ومش عند حد تاني خالص. تمام. بس قبل ما نسمع، يا ريت لو انت مش مشترك في اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ولو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او التيك توك دوس لايك. طيب ايه هما الموضوعين؟ من هو اللي جاب حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر؟ ما فكرتش انت في السؤال ده قبل كده صح؟ مش اتحاد الكوره، ده الكبيره، صدقني مش اتحاد الكوره خالص، بل بالعكس كان في 3 اعضاء جوه اتحاد الكوره المصري رافضين تماما ان حسام حسن يمسك منتخب مصر. شفت الكارثه؟ 3 اعضاء رافضين رفض تام، ولحد دلوقتي رافضين. بس هو خلاص الموضوع رسمي وخلاص، وهتعمل مؤتمر صحفي يوم الاحد مجبرين عليه. طيب اذا ما كانش اتحاد الكوره اللي جايبه، مين اللي جايبه؟ مش عارف، فكر كده. وزير الشباب والرياضه بتكليف رسمي ان حسام حسن هو اللي يمسك المنتخب. زي ما بقول لك، ده تكليف رسمي من وزاره الشباب والرياضه، من وزير الشباب والرياضه ان حسام حسن يمسك المنتخب، وده مجبر عليه بعض اعضاء اتحاد الكوره. ما كانوش عاوزين. بالدلايل، اقول لك الدلايل. قبليها بيومين بيمسكوا الكابتن محمد يوسف المدرب العام للمنتخب. وانت النهارده لو هتجيب حسام حسن هتجيب ليه مدرب عام؟ ليه؟ ما انت عارف ان انت لما تقعد مع حسام حسن هيقعد معاك وهو اللي هيختار تشكيله الجهاز الفني بتاعه. وكده كده كلنا عارفين ان كابتن حسام حسن لما بيروح اي مكان معاه اصلا مدرب الحراس، معاه مساعد المدرب، معاه ناس هم شغالين معاه في كل حته بيروحها. يعني ده مش جديد. فرقم واحد، جبنا كابتن محمد يوسف، قعد يوم ونص وهو الراجل يعني اعتذر ومشي. فده يثبت لك ان ده كان تكليف، ده ما كانش جاي من اتحاد الكوره، كانوا رافضينه اصلا. تمام. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ ان وزير الشباب والرياضه نفسه قعد مع كابتن حسام حسن قبل ما يقعد مع اعضاء اتحاد الكوره. ده بتسميه ايه؟ وزير الشباب والرياضه هو اللي كلف اتحاد الكوره بتوصيات بشكل رسمي ان حسام حسن هو اللي يمسك المنتخب. ده رقم واحد، قولا واحدا. يعني ما زال اتحاد الكوره فاشل. دي حقيقه. طيب ليه حسام حسن؟ ليه؟ بص، في ناس وفي لغط كتير يقول لك حسام حسن فنيا مش قوي. طيب يا عم خليني مش معاك، المديرين الفنيين الاجانب اللي جم كانوا قوي فنيا، كانوا عاليين يعني، فنيا كانوا كويسين. ده لو انا ماشي معاك يعني في الطريق ده. طيب ردك عليا هتقول لي لا، هتقول لي طب ليه ما نجيبش احسن منهم واحنا يعني لازم نجيب؟ ماشي يا عم، ماشي معاك، مفيش مشكله. طيب هتجيب احسن منهم مين؟ بارقام ايه؟ هل اتحاد الكوره هيقدر يدفع 5 و6 و7 و8 مليون يورو في السنه؟ مش هيدفع الارقام دي. يوم ما هيجيب لك واحد سكه زي اللي جابهم قبل كده. تمام. طيب ليه كابتن حسام حسن كويس؟ اولا الراجل ده اشتغل في 5 6 7 8 انديه في الدوري المصري. راجل هيعمل لك جيل جديد في منتخب مصر، لانه خلاص بقى عارف كل اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري. اوكي. طيب الراجل عارف كل اللعيبه في الدوري المصري، فده شيء مهم جدا. يعني قصه متابعته للعيبه مش هتبقى صعبه زي المشكله كانت بتقابل المديرين الفنيين اللي قبليه، ان ساعات يتفرجوا ساعات ما يتفرجوش، ساعات يشوفوا ساعات ما يشوفوش. وغير كده وكده مش هيجيب لك بقى اللعيبه بقى الكسر كانت بتلعب في المنتخب. مش هيجيب لك بقى النني، مش هيجيب لك حجازي كده على فكره. كان في خبر طالع، الخبر ده رسمي من حجازي ان دي كانت اخر بطوله افريقيه ليه، مش هيلعب منتخب تاني وهيعتزل الدوري. مش هيجيب بقى اللعيبه الكسر، محمود حماده، مع احترامي للجميع واشكال اللعيبه دي. هيطلع لك بقى جيل جديد، هيطلع لك بقى ناس بقى بتلعب من كل مكان، مش من الاهلي والزمالك بس، مش من بيراميدز بس. هيشوف اللعيبه اللي سنها صغير اللي تقدر تأدي معاها، عشان لو احنا وصلنا كاس عالم تقدر تفيده في كاس العالم.
فليه حسام حسن؟ عشان كده هيبث الروح. حسام حسن حماسي طول عمره، واي فرقه كان بيمسكها بيمرنها نفس الفكره، نفس فكره فانيله الروح، الفانيلا الحمراء عند النادي الاهلي مثلا. انت فاهم الفكره؟ اللعيبه تلعب برجوله، تلعب بحماس. طيب هتقول لي فنيا قليل كتير، ده اللي هنشوفه، ما تحكمش عليه قبل ما هو يمسك ونشوف. اول حاجه هنشوفها له في بطوله وديه هتتلعب في شهر 3، المفروض هنقابل تونس وهنقابل نيوزيلندا وهنقابل كرواتيا 3 ماتشات. شوفوا واحكم عليه، مع ان ده برضه هيبقى لسه بدري، بس هنشوف شكل، هنشوف فرقه. في الاول وفي الاخر هو مصري، حاسس بالجمهور، واصل له، شايف ايه نقط الضعف وهيصلحها ويحلها. انت فاهم الفكره؟ فهو عشان كده حسام حسن. وبعدين المديرين الفنيين المصريين لحد امتى مش هيمسكوا منتخب مصر؟ احنا انجازاتنا كلها تعتبر مع المديرين الفنيين المصريين، حسن شحاته والجوهري، بطولات افريقيا ودخول كاس عالم. فانت معترض على ايه؟ ايه وجه اعتراضك؟ ايه الاساس اللي انت باني عليه؟ مفيش اساس. طب انا معنى كلامي ده ان حسام حسن لازم ينجح او هينجح؟ الله اعلم، ده في علم الغيب، بس خلينا نديله فرصه نشوفه ونحكم عليه، ننتقده، مفيش مشكله، ولو نجح نسقف له، ايه المشكله؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان حسام حسن هيقوم بجوله. بص، هو بالاخص عشان خاطر موضوع محمد صلاح في ايه؟ اللغط اللي كان حصل قبل البطوله ما تخلص وقبل ما نخرج من بطوله افريقيا، ان هو اتسال اتقال عليه ان انت لو مدير فني هتسمح له ان هو يمشي او يسافر او هو طلع قال لا، انا يفضل موجود، طالما مشي خلاص ما يرجعش. تمام؟ فالقصه عشان الناس برضو، كل الناس طلعت تتكلم بعد ما حسام حسن طلع رسمي انه هيمسك المنتخب، مشكلته مع صلاح، مشكلة. يا جماعه هو ما عندوش مشكله مع صلاح ولا صلاح عنده مشكله معاه. ده راجل في الاول وفي الاخر مدير فني، وده راجل في الاول وفي الاخر لاعب كوره، لاعب كبير، فاهم هو بيعمل ايه. مش هيبصوا للحاجات الصغيره دي، بس هي الفكره ان هيتعمل قعده يتضح فيها الامور. هي دي الفكره ما بين صلاح وما بين حسام حسن، ده اللي هيتم وده اللي هيحصل، اذا كان بقى في انجلترا اذا كان هنا. صلاح نفسه امبارح سال وبعد استفسار لاتحاد الكوره اول معسكر لمنتخب مصر هيكون امتى. يعني ده لو راجل اصلا مش في دماغه او شايف ان وجود حسام حسن غلط او مش هيسال على حاجه زي كده، راجل مهتم. تمام؟ وحسام حسن طبعا الاثنين بيساندوا بعض، الاثنين هينجحوا بعض في المنتخب. صلاح محتاج بطولات مع منتخب مصر وبالذات بطوله افريقيا، واذا كان دخول كاس عالم اللي هيقدر يعمل له ده حسام حسن. وحسام حسن محتاج لاعب زي صلاح عشان يقدم له الفكر ويقدم له روح القائد الموجوده في الفريق، وانه يلم اللعيبه ويقدم له البلان اللي هتتعمل او طريقه اللعب، كل ده هيقدمه له صلاح. فالاثنين محتاجين بعض، دي ما ينفعش يبقوا مخبطين في بعض زي ما الكلام اللي كان طالع بيتقال ان ازاي هيتقابلوا، ازاي هيتعاملوا ازاي. يا جماعه الاثنين اكبر من كده، انتوا بتتكلموا على اثنين لسه لاعبين كوره امبارح. ده اسطوره مصر في التسعينات وفي الالفينات، وده اسطوره مصر دلوقتي. انتوا بتتكلموا في ايه؟ عامة يا رب اكون قلت لك الاخبار المهمه. اتحاد الكوره مش هو اللي جايب حسام حسن، ده مجبر عليه، واتمنى بس ان هم بس يساعدوه في مهمته، ما يفشلوهوش عشان يقولوا للجمهور لا احنا هو فاشل وهو مش نافع. اتمنى ان السيناريو ده ما يحصلش. السلام عليكم.